ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. بجد وحشتيني من الفيديو اللي فات. يعني بحاول على قد ما اقدر بعمل لكم فيديوهات كل يوم، وعدتكم زي ما انا قلت لكم هعمل لكم الفيديو بتاع عيون البوتاجاز عشان تعرفوا بس تعملوه ازاي. ويا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم، بس هي الطريقه حلوه وممتازه يعني وبتجيب نتيجه على طول. بس ودلوقتي انا بصوا جبت عيون البوتاجاز حطيتها، وجبت اول حاجه حطيت ملح ليمون. تاني حاجه حطيت هنا بيكربوناتو او بيكنج صودا، ده او دوت على حسب ما بتجيبيه من العطار، على حسب الاسم اللي انتي بتسميه للعطار يعني. وبعد كده حطيت صابون، وبعد كده حطيت سيترس. ده السيترس ده معروف. بس اول حاجه في الاول خالص سبت الميه تغلي تغلي جامد عشان خاطر احط الحاجه. احط بقى العيون البوتاجاز بس، وسبتها بقى تغلي بقى ساعتين. في ناس بقى ممكن تسيبها من الصبح بالليل، او من بالليل للصبح، على حسب ما انت بقى تحطيها بقى، على حسب الفترة بتاعتك، على حسب ما انت تكوني فاضية. تمام. دي او دي مش هتفرق. بس صراحة جابت نتيجة. اهم حاجة تغليها وما تسيبهاش يعني. شوفي بقى انت عايزة حابة تسيبيها ماشي، عايزة يعني ما تسيبهاش ماشي، ما فيش مشكلة، بس انا بنصح يعني ما تسيبهاش. اول ما تتغلي يعني تغسليها على طول عشان ايه يعني الزيوت تنزل على طول معاكي. في ناس بقى بتسيبها بقى، بتخلي بقى الزيوت ممكن تمسك في الحاجات تاني وتمسك في العيون تاني. تمام. انا كده بقى خلصتها، وبعد ما خلصت بقى حطيت بقى طبعا غسلتها بالصابون، طبعا غسلتها بميه بصابون عادي، ولا حطيت اي حاجه تاني، حطيت بس غسلتها بميه بصابون. آم، دي طبعا بعد معاناة دي يا جماعة، مش أول مرة تتعمل، دي معمولة كذا مرة وتطلع بالنتيجة دي. النتيجة هايلة على فكرة. حتى هتلاقوا في عين يا جماعة، بص جابت عين النحاس نفسها، اللي هي العين اللي فوق من بتاع دوت. حتى بص الشعلة اللي فوق ديت جابت النحاس نفسه. بس هنا بقى انا خلصت بقى طبعا العيون البوتاجاز، وطبعا غسلتهم بالصابون، وقلت بقى اوريكم بقى طريقة التغليف بقى بتاعتي بقى، بتاعت البيت بتاعتنا. انا بحب احط العيون البوتاجاز بورق فويل. ورق فويل. ليه؟ عشان خاطر الزيوت ما بتتركم بتبقى وحشه قوي يا جماعه، وبتبقى انت عايزه ايدك على طول فيها. عشان ايه؟ عشان خاطر ايه؟ ما تتركمش عليك وتبقى صعبه شويه في ايديكي. انتوا بتغسلي تبقى صعبه شويه. طبعا انتوا شايفين ان انا بعمل ايه في الورق الفويل. احنا العين الكبيره دي احنا ما بنستخدمهاش خالص، احنا لغينا صراحه يعني. بس احنا بنحب برضو نغلفها يعني. اللي ما بنحبش نستخدمه بنغلفه. تمام. وبرضه انه نستخدمه برضه بنغلفه، بس بنسيب ايه، بنطلع بقى العين اللي فيه يعني. دي طريقة التغليف بتاعتنا بتاعت عيون البوتاجاز. والطريقة سهلة وبسيطة يا جماعة، والدنيا مش متعبة يعني. بس انت يعني عايزة كل شوية ايه تعملي على طول، تعملي على طول عشان ما الدنيا ايه ما تبقاش تقيلة عليكي. بصوا بقى هنا، بصوا بقى النحاس بان ازاي من كتر النظافة. طبعا دي الحقيقة انا عايزة اقول لكم ليه كده. طول ما انت ما فيش زيوت، البتاعة بتنضف زيادة على اللزوم. بتنضف. انا رحت حطيتها طبعا على عين البوتاجاز عشان اوريها لكم في الاخر. حتى في عين انا لسه ما عملتهاش عشان خاطر قلت هعملها بعديها بقى، عشان طبعا كنت بغلي الميه واسيب الحاجه، وبعد كده بقى اوريكم بقى الفرق بقى الاتنين بين دوت ودي، بين دي وبين دي، بين المعموله وبين المش معموله. بس هنا بقى اوريكم بقى. انا يعني انا هنا بمسك الورق الفويل، بقطعه طبعا، باخد المقاس على حسب العين، وبخليه وبقسمه نصين. يعني بصوا هنا قطعت ورق الفويل، بصوا بقى تنيته نصين، تنيت الورق نصين، وبعد كده حطيت عين البوتاجاز عليه ولفيته عليه. بجد يا جماعة هي الطريقة حلوة وممتازة، وطبعا مش متعبة لأي ست بيت يعني في البيت عموما، أو كمان سهلة وكمان بتريحك فيما بعد.
بتريحك. يا اما بقى انت ايدك على طول في البوتاجاز، يا اما كده يا اما كده. شوفي انت ايه اللي يريحك اعمليه. حابه ايدك تبقى في البوتاجاز زي يعني حابه العيون ما فيهاش ورق فويل، ما فيش مشكله. دي حياتك انتي ودي بيتك انتي، وده اللي يخصك انتي. بس انا بفضل يعني اللي انا بحب احط ايه ال الورق الفويل، عشان ما يبقاش متعب شويه في الغسيل معايا. يا اما بقى انتي بقى ايدك بقى على طول في البوتاجاز بقى، عشان خاطر ايه ما تبقاش الدنيا متعبه معاكي. بس هنا انا خلصت بقى العين هنا بقى ديت، وخلصت بقى طبعا انا هوريكم بقى بقية العيون كلها. بص هنا خلصت بقى هنا، راح احطها واجيلكوا تاني. بس لو اول مره تشوفيني انا بفرح منك بكومنت حلو او لايك حلو. و... وانا اول مره تشوفيني، انا اسمي بيم، بعمل فيديوهات روتينات في البيت او في سكين كير او سكين هير، على حسب الفيديوهات اللي بتيجي قدامي. وبجد بتشرفوني قوي، بفرح منكم بالتعليقات، بفرح منكم باللايكات بتاعتكم. يعني بجد بتفرحوني جدا لما انتوا بتعملوا معايا كده يعني بتسيبوني كومنت حلو او لايك حلو منكم، بجد بتفرحوني. بس هنا انا بقى خلصت بقى، فاضل التلاتة عيون التانيين او العينين التانيين دولت. بص بقى هنا النحاسة بقى فاضية ازاي خالص، هنا ازاي نضيفة ازاي. ما بقول لكم بقى كل ما بتبقى نضيفة كل ما الدنيا بتلمع اكتر. وعايزه اقول لكم الوصفه ديت انا ما جبتهاش غير بعد يعني بعد ايه بعد تجربات كتيره يعني. محدش يا جماعه بيتعلم بسهوله، كلنا بنتعلم وبنعرف الطريقه، زي الواحده لما بتخش المطبخ لسه جديد، لسه بتعرف تعمل حاجه جديده بقى، لسه بتشوف بقى تجرب بقى ايه. برضو نفس الوضع يعني، ان احنا برضو نفس الوضع يعني، احنا الوصفه ديت ما كناش عارفينها، بعد كده جت بقى بعد ايه، جربنا ده وجربنا ده وجربنا ده وجربنا ده وجربنا ده. بعد كده في الاخر بقى لقينا دي لا كويسه حلوه دي بقى اللي هي اللي نفعت معانا. دي بقى اللي هي اللي بتنضف. وعلى فكرة تقريبا اليوتيوب كله بينزلها. ليه؟ عشان فعلا بتنضف فعلا. يعني الناس مش هتنضف مش هينزلوها. طبعا هما بياخدوا منك الفكرة، بياخدوا منك الافكار. عشان كده بقول لكم فعلا بتنضف يا جماعة. يعني انا لما سخنت المية وسبت بعد كده عيون البوتاجاز عليها، آم، ما يعني قعدتها سنة، ممكن قعدتها بالكتير قوي 3 ساعات 4 ساعات. شوفي انتي يعني على حسب العيون بتاعتك بتقعد قد ايه. يعني في واحده عينيها مش العيون بتاعتك مش مليانه قوي، ممكن تاخد ساعه. وفي واحده عينيها لا مليانه قوي ممكن تاخد ساعتين. على حسب الوقت اللي انتي عيون البوتاجاز بتاعتك قد ايه، يعني هياخد وقت قد ايه معاكي. وطبعا كل ما بتسيبيه اكتر كل ما بينضف اكتر، كل ما بتسيبيه اكتر كل ما. بس اهم حاجه تغسليه، يعني انا بفضل انا من رأيي الشخصي بعد ما تغليه اغسليه على طول. ليه؟ عشان خاطر بيطلع منه الدهون على طول، هتسيبيه الدهون هتلزق تاني وهترجع تاني. يعني انا جربت كده وجربت كده، لقيت الدهون فعلا رجعت تاني لما سبته بقى. من بالليل للصبح حسيت العيون آه الزيوت لزقت تاني في المكان تاني. قلت لا انا هجرب التاني، لا المره الجايه بقى هجرب بقى ايه، هسخن بقى من النار بقى على الغسيل على طول. لقيت فعلا جايبه نتيجه اكتر من اللي انت تسيبيه. بس هنا بقى خلصت بقى وظبطت الدنيا بقى. هنا بص بقى الدنيا بقت سهلة ازاي، وهتشوفوا بقى الدنيا في الاخر بقى الدنيا منورة ازاي بجد في عيون البوتاجاز، وهتلاقي المطرح نضيف ازاي. طبعا احنا بنطلع بفك بقى الخرم ده بتاع الشعلة. في ناس ما بتحبش تحب الورق الفويل، بس انا بفضل يعني احط الورق الفويل. بس ليه؟ عشان ما تخلوش الدهون ما تتراكمش بزيادة، دي فكرتي انا. في ناس كتيرة يعني برضو على اليوتيوب برضو حاطين ورق الفويل ده. شوفي انتي ايه اللي يريحك واعمليه. بصي بقى انا خلصت هنا بقى وظبطت الدنيا،
وارمي ورا حاجتي بقى، الحاجة اللي ورايا. اوريكم بقى البوتاجاز دلوقتي بقى، شوفوا شكله ازاي، بولع لكم العيون برضو. ادي عيون البوتاجاز اهي. يعني بصوا هتاخدوا بالكم في واحده انا ما عملتش، هشاورت لكم، بشاور لكم عليها. بصوا دي من دي، يعني دي اخر واحده، دي لسه ما غسلتهاش عشان خاطر ايه، اوريكم الفرق. وفي نفس الوقت ايه، بصوا بقى النظافه اللي انا كنت فيها، وبصوا ديت، شفتوا في فرق ازاي. ولو غسلتها تحت الماء مش هتعمل معاك زي دولت يعني. شوفوا النظافه دي من النظافه دي تفرق. بصوا بقى عيون البوتاجاز لما ولعت بقى، بصوا النار بقى طالعه ازاي حلوه، وتحسي الدنيا طالعه سريعه ازاي. بيفرق. انا هطفي النور دلوقتي. انا مش عارفه صورت في اللي انا مطفيه النور ولا لا، بس في فرق جامد يا جماعه. بصوا بقى النار طالعه حلوه ازاي، طالعه فيها، تحسي في نار طالعه كتير. طبعا العيون